قمشلوبا يعني بشكي سري سبا بحلاوة قمشلوبا يعني بشكي سري سبا ماتب چبا گلاس بی هلمو بینات من دوی ماتب چبا گلاس بی هلمو بینات من دوی اوین دارم جبا خوده أسعدتم أوقاتا متابعي برسيف وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. نبدأها بالعناوين. المكتب الإعلامي لحزب يكيتي ينشر تقريره الأسبوعي عن الانتهاكات في عفرين المحتلة. قصف تركي متجدد على ناحيتي عين عيسى وتل تمر. مجلس سوريا الديمقراطية يهنئ المسيحيين بعيد الفصح. مقتل وإصابة 5 عناصر من قوات حكومة دمشق. روسيا تعلن تدمير مصنع ذخيرة وقتل أكثر من 1000 مقاتل أجنبي في أوكرانيا. مرحبا بكم إلى التفاصيل. نشر المكتب الإعلامي عفرين في حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا يكيتي تقريره الأسبوعي عن انتهاكات الاحتلال التركي والفصائل المسلحة التابعة له في مقاطعة عفرين المحتلة. وجاء في التقرير أن قرية أومر سمو في ناحية شرة انخفض تعداد سكانها من الكرد الأصليين من حوالي 350 نسمة إلى 40، فيما تم تهجير البقية قسرا، وتم توطين حوالي 350 نسمة من المستقدمين فيها، وتم قطع أكثر من 100 شجرة زيتون من الجذوع ومئات أشجار أخرى بشكل جائر. وتعرض المتبقون من الأهالي في القرية لمختلف صنوف الانتهاكات من اعتقالات وتعذيب وابتزاز مادي ومضايقات مختلفة. التقرير تطرق إلى حالات الاختطاف بحق أهالي عفرين المتبقين فيها، وجاء فيه أن المواطن مظلوم علوش من أهالي قرية عين الحجر غربي في ناحية ماباتا لا يزال قيد الإخفاء القسري منذ اختطافه قبل 4 سنوات. وخلال آذار الفائت اختطف المواطن مصطفى حسين جاسم من أهالي قرية قربابة في ناحية راجو، وذلك في مدينة قيصري التركية. وفي شهر نيسان الجاري اختطف المواطن محمد شيخ سيدي بن شكري من قرية شيخوتكا في ماباتا من قبل الاستخبارات التركية والشرطة المدنية. كما اختطف المواطن فرهاد خوجة من قرية فيركان بناحية شرة مع احتجاز سيارته وطرد من معها. وأورد التقرير الانتهاكات بحق ممتلكات وحقول الأهالي، ففي قرية شيخوتكا تم قلع 25 شجرة زيتون وتم تجريف التربة بحثا عن الآثار لسرقتها. وأكدت مصادر محلية أن الفصائل المسلحة تسمح للمربين برعي مواشيهم كل فصل سنوي بين الأحراش وحقول الزيتون في محيط قرية قرقولي لقاء $5 عن كل رأس. كما أطلق مسلحو إحدى الفصائل النار على قطيع للأغنام عائدة لأحد المواطنين، ما أدى إلى نفوق 22 رأسا منهم، وقاموا بسرقة 25 رأس بالإضافة إلى الاعتداء على امرأة بالسكين.
قصف جيش الاحتلال التركي ليلة أمس قرية معلك وصيدا وطريق إنفور الدولي في ريف ناحية عين عيسى. ونشرت وكالة هوار للأنباء على موقعها الرسمي مقطع فيديو لأصوات القصف والقذائف على الناحية. واستهدف جيش الاحتلال والمسلحون قرية تل طويل في ريف تل تمر بقذائف المدفعية والهون يوم أمس، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية في مواقع القصف. ومع احتلال تركيا والفصائل الموالية لها لمدينة جريسبي قبل 3 سنوات، تشهد المنطقة حركة نزوح نتيجة الأوضاع الأمنية والقصف الشبه يومي وانتهاكات المسلحين في المنطقة وما يرافقها من أوضاع معيشية صعبة. وحسب وكالة نورث بريس فإن 4 عائلات بعدد أفراد بلغ 24 معظمهم من النساء والأطفال وصلوا يوم أمس إلى بلدة عين عيسى بحالة سيئة نتيجة ويلات الطريق، إذ قطعوا مسافة طويلة سيرا على الأقدام بين الخنادق والألغام. هنأ مجلس سوريا الديمقراطية بمناسبة عيد الفصح المسيحيين في سوريا والعالم. وقال المجلس في برقية أصدرها اليوم بمناسبة عيد الفصح: نتقدم بأحر التبريكات والتهاني إلى أبناء الديانة المسيحية في سوريا والعالم، متمنين أن يعم السلام والاستقرار في بلدنا سوريا والعالم. وأشار مسد إلى أن هذا العيد يعتبر تجسيدا لروح الإخاء والوحدة وسمة نبيلة بين مكونات شمال وشرق سوريا التي اتحدت في مواجهة كافة التحديات والمحن من أجل سوريا أكثر استقراراً وأماناً. قتل عنصر من قوات حكومة دمشق وأصيب 4 آخرين بجروح متفاوتة في تفجير انتحاري شنه أحد المسلحين في فصيل أنصار الإسلام التابع للاحتلال التركي على موقع لقوات حكومة دمشق في محور السرمانية بسهل الغاب في ريف حما. وأقدم المسلح المهاجم إلى تفجير نفسه داخل موقع لقوات حكومة دمشق. وحسب المرصد فقد جرى استهداف من قبل القوات الحكومية بالقذائف الصاروخية والرشاشات الثقيلة على مناطق نفوذ المسلحين، حيث جرى استهداف محاور السرمانية وقليدين. كما قصفت قوات حكومة دمشق أماكن في فليفل وبنين ضمن جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي. أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تدمير مصنع ذخيرة بالقرب من مدينة بروفاري في منطقة العاصمة الأوكرانية كييف بصواريخ عالية الدقة أطلقت من الجو خلال الليل. وانتهت صباح اليوم الأحد المهلة التي منحتها وزارة الدفاع الروسية للمقاومين في ماريوبول لإلقاء السلاح وإنقاذ أرواحهم، فيما أفادت وسائل إعلام محلية بسماع دوي انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف، حيث استهدف قصف صاروخي روسي البنية التحتية بمنطقة بروفاري قرب كييف. وكشفت وزارة الدفاع الروسية عن تدمير 6 مصانع عسكرية أوكرانية في ضواحي كييف، مشيرة إلى مقتل أكثر من 1000 مقاتل أجنبي في أوكرانيا من الذين استقطبتهم أوكرانيا من أكثر من 60 دولة منذ بدء العملية العسكرية. من جهتها أوضحت رئاسة الأركان الأوكرانية أن القوات الروسية في أوكرانيا تواجه مشاكل كبيرة في الإمدادات وتقوم بعمليات نهب ضد المدنيين في مناطق سيطرتها، معلنة توقف عمليات إجلاء المدنيين شرق البلاد اليوم بسبب عدم الاتفاق مع روسيا. في ختام النشرة تذكير بالعناوين. المكتب الإعلامي لحزب ياكيتي ينشر تقريره الأسبوعي عن الانتهاكات في عفرين المحتلة. قصف تركي متجدد على ناحيتي عين عيسى وتل تمر. مجلس سوريا الديمقراطية يهنئ المسيحيين بعيد الفصح. مقتل وإصابة 5 عناصر من قوات حكومة دمشق.
روسيا تعلن تدمير مصنع ذخيرة وقتل أكثر من 1000 مقاتل أجنبي في أوكرانيا. هذا كل ما كان لدينا في نشرتنا لليوم. دمتم بخير.